السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله بإذن الله نعمل مع بعض النهاردة البيتيفور بطريقة سهلة جدا، وهيكون ناجح معاك ان شاء الله حتى لو بتعملي لأول مرة. هنبتدي على طول في المقادير ونقول بسم الله، وبرضه هسيبها في صندوق الوصف عشان لو حابين ترجعوا عليها تاني. المقادير دي مقادير كيلو، وتقدروا تزودوا الكمية زي ما تحبوا. معايا كيلو دقيق، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكيلو الا ربع سمنة او زيت زي ما تحبي، اللي هو حوالي 750 جرام. ربع كيلو سكر بودرة، وثلاث بيضات، وكيس فانيليا. اول حاجة هننزل بالسكر ونحط عليه السمنة ونضربهم كويس بالمضرب. لو عندكيش مضرب كهربي تقدري تستخدمي المضرب السلك العادي، او حتى تضربيهم بايدك، بس هياخد وقت شوية. وفي الخطوة دي هنأجل اي مكونات تانية لحد ما الخليط معانا لونه يفتحها جدا، وهتحسي ان هو عالي شوية معاكي. دلوقتي هنبتدي ننزل بباقي المكونات. اول حاجة هبتدي بيها البيض، ومش هنزل بيهم كلهم، لا هنزل بيهم واحدة واحدة. كل ما واحدة تختفي هنزل بالتانية. كده نزلت باول بيضة، ودي التانية، ودي كده اخر بيضة. وهنزل كمان بالفانيليا. انا حطيت كيسين فانيليا، ممكن كيس واحد عادي مفيش مشكلة. ومعلش من ضمن المكونات كان في مكون برضو حبيت اقول لكم عليه، بس سبته في الاخر بحيث ان لو مش متوفر عندك برضو عادي ما تحطوهوش. في حاجة بتكون اسمها ريحة موز وريحة سمنة بلدي. انا بضيف الزجاجتين دول، بحط نص ازازة ريحة موز، وبحط ازازة كاملة من ريحة السمنة البلدي. بيبقوا بجد تحفة، وبيخلوا ريحته زي بجد بتاع المحلات بالظبط. هتجيبيهم منين؟ عند اللي هتجيبي برضو منه من نفس مستلزمات الحلويات، او سوبر ماركت مثلا كبير، او من عند اي عطار. وهو اسمهم كده، ريحة موز وريحة سمنة بلدي. طبعا الدقيق المفروض تدخليه الاول بره، بعد كده تضيفيه، بس عادي انا ضفته على طول ونخلته على طول. وبعد كده دعكته بايدي كويس، ما تدعكيش كتير عشان ما ينشفش معاكي. وهنجهز القمع بتاعنا ونبتدي ان احنا نعبي فيه. تقدري تشكلي براحتك الشكل اللي انت حباه. انا استسهلت صراحة، يعني اسهل حاجة عندي اللي هو شكل النجمة ده. الحمد لله اي شكل هينفع معاكي، لانه ما شاء الله العجينة بتاعته كويسة جدا. وبالنسبة برضو للتزيين تقدري براحتك، حابة تحطي شوكولاتة، اي حاجة، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة سودا، اي تزيين تحبي انك تضيفيه مفيش مشكلة. تخليه بالشوكولاتة بدل ما يكون ابيض. عادي ممكن تضيفي على الخليط معلقتين بس كاكاو، معلقتين كاكاو خام. كده انا خلصت اول صاج. ما شاء الله هو الكمية دي بتعمل معاكي كمية حلوة ما شاء الله. انا دلوقتي قطعت الكريز، جبته برضو من عند بتاع الحلويات، وقطعته قطع صغيرة، وابتديت ان انا ازين بيه. بيكون برضو شكله حلو قوي في التزيين. البيديفور بنسويه على درجة حرارة 170 او 180، ده لو عندك تايمر. لو مش موجود طبعا بتكون على درجة حرارة وسط، على الرف الوسطاني، من غير ما نشغل مروحة البوتاجاز ولا حتى الشواية. مجرد ما ياخد لون من تحت بنطفي عليه. وكده اكون خلصت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.